السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنتشاركوا السيجار اللي كيكونوا مالحين وزوينين. كنحتاجوا فقط 2 حبات ديال البطاطا، حبه ديال البصله وقزبر ومعدنوس، شويه ديال الطون وشويه ديال الموتزاريلا او الجبن محكوك. كنقطعوا البطاطا قطع صغيره، كنديروها كتسلق مع ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الملحه، واحد المعلقه ديال الزبده. كنخليوها تسلق وكندوزو البصله كنقطعوها صغيره، كنضيفوا لها شويه ديال الزيت بلديه، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار مع التحريك حتى كيتبدل اللون ديالها، كتولي على الشكل هذا. هنا كناخذوا البطاطا من بعد ما طابت، كنمعسوها مزيان وكنضيفوا لها ديك البصله اللي شحرنا والقزبر والمعدنوس والفرماج والطون. وهنايا عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الجبن، ممكن تعويض ديالو بالفرماج مثلث، واحد شويه ديال الزعتر كنحكوه كيعطي واحد النسمه زوينه. صافي هنا كناخذ الورقه ديال البسطيله، انا هنا عندي الصغيره، كنحيدو ليها الجوانب صافي وكنخدموا السيجار ديالنا. انا هنا درتهم شويه كبار، راه كيخرجوا واحد الكميه كبيره. ما تخافوش منهم البنات، راه ما كيطرطقوش ملي كيكونوا كيطيبوا، ولكن خاص ما تزيروش الورقه، يعني تخليوها مرخوفه ملي تكونوا كنلويو فيها. هنايا سديتو بالخليط ديال الدقيق والماء، وحنا مستمرين في هذه العمليه حتى كنكملوا الخليط ديالنا كامل. انا هنايا نسيت قبل ما نبدا في التعمار ديال الورقه، كنت درت الخليط من بعد ما كملت المكونات في الثلاجه حتى برد مزيان، عاد بديت في التعمار ديال الورقه ديالي باش ما كتطرطقش ليا. صافي هنايا كندهنو بشويه ديال الزيت، ممكن ديروا معاه شويه ديال التحميره. هنا راه خرجت لي واحد الكميه كبيره، انا استعملت غير هاد الشويه هذا هو اللي درت في الفران، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كندخلوه الفران يطيب، ممكن تقليو كيبقى اختياري، ممكن الاير فراير. بالصحه والراحه.